عبد الله رشتي أو الحج بوبي الاسم الأحلى عليه، ما غيره اللي كرس حياته بالفترة الأخيرة وهو يعمل فيديوهات عن الأم ماجي خزام. شي يطلع لابس أناناس، شي يطلع شايل شعر إيديه، وطبعاً نحن ما مننسى أنه عبد الله رشتي هو نفسه يلي كل الناس عرفته من وراء فضيحته مع البنت العراقية يلي اغتصبها. بس الملفت للنظر أنه طلعت مرته بكل هديك الفترة يا حرام مريضة وكاينة بالمستشفى، وهو فاضي لللايفات وللخيانات بشقة العبور، بس اللي ملبس مرته هيك. والدين اللي علم الرجل يشوف المرأة على أنها عورة، فرجل دين من هذا الدين حتى شوفوا اسم مرته بالنعوي ما كتبها لأنها عورة. هالشي لفتت نظرنا له الأم ماجي خزام بلايف طلعت حكت فيه أنه فعلاً ليش رشدي حتى اسمه ما جابه على لسانه. من بعد طلع وكتب اسم مرته لأنه هو أساساً كان يشوفها غبية حسب ما وصف لجيهان، وهالشي منشوفه بالمحادثة ما بين هاجر حمدي وجيهان زوجة عبد الله رشدي. تسألها مرته يا حرام قالك علي إيه بقى؟ بتقلها إنه مش مبسوط محتاج حد ذكي عاقل. وطبعا مرته بتقول عشان ده جواز متعة زي ما قلتي، أسبوع وحيزقق ويشوف غيرك. يعني عبد الله رشدي متعود على زواج المتعة ده، وكل واحدة بيقول لها كده. طبعا لأنه مرته بتعرف أفعاله القذرة كانت عم تدعي إنه ربنا ما يرده في أولادي، وقالت لها للبنت صدقيني دول كتير جدا مش انتي وبس. فهي بحسب كلام مرته هاجر حمدي لا المرة الأولى ولا الأخيرة بأنه هو يتزوج متعة وينصب ويضحك على البنات. وهلأ بعد ما ماتت مرته صار في لسه يروح على شقق العبور أكتر وأكتر.